أنا عندما أقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم، نعم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عصمة مطلقة فيما يبلغه عن الله عز وجل. أما في بقية الأمور فالرسول يخطئ ويحصل منه النسيان ويحصل منه الخطأ، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. جزاك الله خير. نفس هذا الموضوع، نفس هذا الكلام رفضته في الشيخ ابن تيمية ورفضته في الشيخ محمد بن عبد الوهاب. رفضت أنه يخطئون، قلت بل فهمنا لهم هو الخاطئ. أنت الآن تؤكد ما قلته أنا. أنا لا أحيد عما قلته سابقا يا أستاذ عمار. م. أنا إذا قلت كلاما أقف عنده ولا أتعداه وأعترف به وأقر. وأنا أشهد أنا لك، لما قلت وأنا أشهد لك بذلك. نعم زين، أحسنت، بارك حلو. الله. إذن ابن تيمية لا يخطئ والنبي الأكرم يخطئ. يا أستاذ عمرو، يا أستاذ أنتم فهمتوني بطريق خطأ. يلا أنا لما صحح لنا الفهم، صحح لنا الفهم، صحح لنا الفهم أنا أقول لك عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عصمة مطلقة فيما يبلغه عن ربه. قبلنا. أما في بقية الحياة الأخرى فهو يخطئ صلى الله عليه وسلم وهو بشر. طيب، والقرآن أثبت له البشرية. طيب. قل إنما أنا بشر مثلكم. هذه فهمناها فضيلة الشيخ. وابن طيب. تيمية، وابن تيمية ابن تيمية لما يأتي ويتكلم في كتبه أو يتكلم ابن عبد الله في كتبه، إنما هم يتكلمون عن رسول الله فيما يبلغه رسول الله عن ربه. يعني ما يخطئ. فأين الخطأ في ابن تيمية وابن عبد الوهاب عندما يأتون بحديث رسول الله جميل. ويتكلمون جميل. أو يذكرون عن القرآنية؟ فأين الخطأ؟ طيب ما يخطئ. طيب في فتاوى، خليك من المنقولات، في فتاوى يخطئ أو لا؟ حتى في فتاوى لما تلاحظ فتاوى قال رسول الله قال الله، يعني كلها معضدة بالأدلة. فكيف تريد مني أن أخطئ رجل وأنا قرأت كتبه ولم ألاحظ إلا أنه يستدل بالوحيين الكتاب والسنة، وأيضا هو بلغ مرتبة الاجتهاد فهو مجتهد، وأيضا لو كان أراد أن يكون له مذهب لكان له مذهبا، لكنه أصبح مذهبه حنبليا وكان ينقد حتى هذا المذهب وما يأتي فيه من اختلافات. فضيلة الشيخ يعني إذا احترمنا عقول الناس واحترمنا أنفسنا أيضا، معلش خلي أختلف معك شويتين. أنت تتكلم عن فتوى، يعني فتوى يعني اجتهاد، يعني استنباط، فهمه من الرواية، فهمه من الحديث، وتقول لي ما يخطئ. يا أستاذ عمار، أين الخطأ في ابن تيمية؟ حياك الله. ابن تيمية فرق بين ابن تيمية والألباني يا طيب. شيخ، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية له يعني أكثر، خلاص راح نجي عليك السنة الداعشية شوية. له أكثر من 400 فتوى في قتل المسلم، يعني يستتاب وإلا يقتل، يستتاب وإلا يقتل. إذا وضعت هذه في مكتبته وبحثت عنها، يعني هناك باحث عدهم 420 بغض النظر عن العد. يعني الذي يجهر بالنية في الصلاة يقتل، تحريم الكيمياء، الذي يسجد على السجادة، الذي يسجد إرضاع الكبير إلى آخر فتاوي. بعدين حديثه، يعني في حديثه من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا قوله ضعيف غير صحيح، والألباني أصاب كل الأمة مصححة هذا الحديث إلا ابن تيمية. وقال على شيخه متسرع، وهذا متواتر مش صحيح، يعني هذا قطعي الثبوت. اللهم والي من وله وعادي من عدا، هذا أيضا متفق على صحته، قال هذا موضوع كذب. فابن تيمية يعني يبالغ كثيرا.